الادكوبي اللي كتكون فوق من الفيديو الاعلاني ديالك، جا تفرج في الفيديو الاعلاني، داز من الفيديو الاعلاني لصفحه الهبوط او للمتجر ديالك، ومن المتجر ديالك مشى سيدي الاستماره ديالك، ومن الاستماره ديالك وصلت نمره التليفون، عيطتي ليه، طبقت عليه واحد السكريبت معين ديال البيع والاقناع اللي كيحقق الشروط ديال انه نسولوا الناس، نعرفوا المشكل فين عندهم، نعطيهم الحل، نعطيهم العروض، وهنا كيكونوا العروض، كيكونوا الجواب على الاعتراضات، كيكون التتبع من بعد الا ما اشتراش. دونك نقول اوكي نعاودوا نعيطوا عليه، فاش كنعاودوا نعيطوا عليه كتبعوا معاه علاش ما بغاش يشري، واش خاصو شي تخفيض، واش خاصو شي حاجه معينه، واش خاصو شي حاجه دو بلوس، واش ما طاقش فينا نصيفطوا ليه اراء ديال الناس. دونك كيكون هذا السكريبت هذا ديال التتبع. كتكون مثلا من كل 100 واحد جات هنا مثلا شرات من عندك 30 واحد اللي قنعتيها انه تشري، وملي درتي الفولو اب خرجتي واحد 20 واحد، يعني في الطوطال تاع الكاش 50 واحد شرات من عندك من كل 100 واحد. وكتقرا الارقام ديالك. باش انه يكون عندك الربح بزاف، خاص هذا الاعلان هذا يتقام عليك باثمنه اقل. دابا كاين اللي غيطلق الاعلان وما غتزيدش مبيع، وكاين اللي غيطلق الاعلان ويجيو مبيعات كثار. اللي كنقول مبيعه كنقول زبون محتمل بروسبي، يعني داك الزبون يقدر انه يجي يشري، يقدر انه يجي ما يشريش. دونك اول حاجه هذا الفيديو الاعلاني وهذه الكتابه اللي مكتوبه فوق من هنايا تلعب دور كبير في انك في النهايه ديالك واش غتبيع بزاف او لا. حيتاش الا كانت ديك الكتابه